اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا نعمل كده حلا سهل وسريع، مكونات موجودة في أي بيت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. أجيب صينية أي مقاس، وأحط فيه كيس نايلون بالشكل ده أو ورقة زبدة. أكسر فيه باكوين بسكوت حجم كبير كده، يكون بسكوت سادة أي نوع يعجبك. تمام. بعد ما كسرته كده قطع عشوائية، هجيب منجاية اقطعها كده مكعبات عشوائية برضو بالشكل ده فوق البسكوت بالطريقة دي. تمام. قطعت كده وركنتها على جنب. اجيب كيسين جيلي مانجا بالشكل ده، فضيتهم في كسرولة كده، هحط عليهم كوبايتين مية مغلية بالشكل ده. تمام. ادي واحدة وادي التانية. تمام كده. حط حوالي معلقتين سكر، قلبهم كويس جدا لحد ما ادوب الجيلي تماما. تمام كده. اسيبه بقى على جنب لحد ما يبرد برضه. اجيب بولة واحط فيه كوباية ونص كريم شانتيه، عليهم 3 معالق سكر، طبعا تزودي او تقللي حسب رغبتك. احط عليهم كوبايتين الا ربع لبن يكون ساقع جدا، واخفقهم بالمضرب كده حتى تتماسك تماما. تمام كده. اجيب بقى الجيلي بعد ما برد وبقى حلو كده في التلاجة، احطه بقى على ايه، على الكريمة، واضربهم برضو كده لحد ما ادوب كله كده مع بعض. طبعا ان كنت حابة تزودي لون اورانج، اوكي ماشي، ممكن تزوديه اللون اورانج طبعا ده اختياري. تمام كده. ابدا بقى ان بعد ما تماسك كده وكله مع بعضه، هفضيه بقى في الصينية بالشكل ده. ميكس جامد جدا وطعمه خطير. افردها بقى في الصينية كده. تمام كده. وان كنت وصلت لحد هنا، يا ريت بقى تشجعيني وتدعميني بلايك حلو كده من ايديك الحلوين دول، عشان اقدم لك كل جديد باذن الله. ده عصير مانجا، عصرته من غير اي نقطة مية، وعملته كده على شكل دواير فوق الكريمة بالشكل ده، نقط عشوائية كده بعيدان الشيش طاووق بالشكل ده، او ممكن بسكينة ومعلقة او اي حاجة، اعمل اشكال عشوائية بالشكل ده. تمام. عشوائي كده بيديها منظر جمالي جميل جدا وتحفة. احفظها بقى في الفريزر لمدة 3 ساعات حتى تمسك يعني وتبقى جامدة كده وحلو. تمام كده بقت جاهزة، حطها في الفريزر. طبعا انا بيتها ليلة، وتاني يوم بقى ايه بقطعها كده بالشكل ده. انت ممكن اقل حاجة يعني 3 ساعات تمسك معاكي وتبقى تمام. تمام. اقطعها بقى قطع مربعة، قطع اللي انتي حباها، قطع كبيرة قطع صغيرة، بقت جاهزة بالشكل ده. اجمل واسهل تحلية ممكن تاكليها في حياتك، روعة جدا وتحفة والطعم خطير، ميكس كده من البسكوت والمانجا والجيلي والكريم شانتيه، حاجة كده روعة جدا وفخمة، حاجة فاخر من الآخر زي ما بيقول. وسهلة جدا ومكونات موجودة في أي بيت. حقيقي الطعم رهيب وجامد جدا، تحفة، حلوة بقى الكبار والصغيرين والأولاد، يعني حاجة عظمة على عظمة يا عم الحاج. وتنفع بقى العصاري، حاجة كده بين الوجبات وبعضها، تحفة جدا. وفيها بقى كل المكونات الغذائية اللي محتاجها جسم الإنسان. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.